ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. وحشوا بقى كل سنه وانتم طيبين. بقى موسم ورق العنب قلنا بقى نخزنه، بس انا ما بخزنوش كله مره واحده. انا بخزن كيلو على قد كده، علشان ايه؟ انتوا عارفين هو بياخد تقطيف وقت شويه وغلبه شويه. بجيب كيلو كده خزنه. هخزنه النهارده بالبيبس. بصوا انا عندي ازازتين 2 بيبس. مكان البيبس فيهم ايه؟ حاجات بسيطه كده، فيهم معلقه بيبس، معلقه بالظبط كده بيبس اهو. الازازه دي من الازايز ال 2.5 رتل، مش من ال 2 رتل. تاخد لها كيلو الا ربع كيلو الا حاجه كده ورق عنب اهو. عندي ازازه كده بيبس زي ما انتم شايفينها كده، وعندي معلقه كده بيبسي فيها مش فاضيه خالص ولا مكانها ميه، ما ينفعش مكانها ميه، لازم يبقى مكانها بيبس. وجبت ورق العنب بقى، انتوا عارفين ورق العنب لما بيجاب بقى ويتكثف كده اهو زي ما انتوا شايفينه كده، وكثفته اهو انا ومنى تكثيفه حلوه كده اهو. هجيب اللهم صل على النبي الازازه كده كده اهو، وهنزل بقى على قد الحلق بتاع الازازه الصغير ده، ما تكتريش عشان ما يتحشرش منك يقوم يتهري. على قد الازازه كده 3-4 ورقات كده اهو، 3-4 ورقات زي ما قلت لكم كده، والفهم كده زي صباع المحشي كده، واحشي كده اهو. بصوا هنزله كده في الازازه. بصوا نزل بسرعه ازاي اهو. ما تكتريش اللهم صل على النبي، ما تكتريش اللفه عشان تخش معاكي بسرعه وما تتقطعش اهي كده. بيقعد بقى من السنه للسنه اخضر، وحطيه في اي مكان، بس ما تحطوش في مكان فيه اللهم صل على النبي شمس. يعني ما تحطوش في مكان فيه شمس، حطيه جنب المطبخ، حطيه ما بياخدش بقى لا مكان في الثلاجه ولا الكلام ده خالص اهو. بصوا كده كده اهو. ده نعمله بقى كده لغايه ما الازازه تتملي، واما الازازه تتملي هخبطها واوريكم هخبطه ازاي علشان ايه؟ تاخد اكبر كميه انت هتحطيها اهو. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلوه كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. جدعانوا بقى خزنوا كده ورق العنب بسرعه كده قبل ما يغلى بقى. هو هاجم الايام دي هجمه حلوه، وورقه ناعمه وحلوه، مش وحشه يعني ولا حاجه اهي كده. عبي الازاز كلها كده بقى، والكميه اللي انت عايزه تخزنيها. بصوا ما بياخدش وقت خالص، ولا بياخد وقت في الفريزر، ولا بياخد وقت في مكان في الفريزر، ولا بياخد مكان في الثلاجه خالص. تحطيه بقى وتحطيه في اي مكان، تحطه كده يروح نازل له هبطان تحت كده. انتوا عارفين ان ورق العنب بيهبط اهو. ازازه اهو، والازازه الثانيه اهي هبعبيها. بصوا كده وصل معايا لغايه هنا، يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلوه كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. بس هياخدها كده على الارض ونصفها كده. بصوا لسه تحت، ومن تحت بيبقى فاضي. تعبي كمان زي ما انت عايز، زي ده انك تدرزي في الازازه، بس انا علشان هو كيلو حطيته على ازازتين. ده انك تحطي في الازازه لغايه ما الازازه تنكتم خالص، يعني لغايه ما يبقى ما فيهاش فضه. مش شرط ان هي اتملت كده على الهيش، لا، ده انك تدق فيها جامد ما تجرالهاش اي حاجه خالص اهي. حبيته كله اهو، الكيلو كله كده. بس اهم حاجه ما تعمليش الازازه تدخليها من هنا، عشان انت بتدخليه ما تهريهوش اهو كده كله اهو. ده الكيلو الورق العنب. اجيب بقى الغطيان، اقفل بقى الغطا جامد خالص علشان يقفل القفله بتاعت البيبس كده اهو. يقفل القفله بتاعت البيبس خالص كده جامد اهو اهو. حطيها بقى زي ما قلت لك في اي مكان، بس تبعدي عن الشمس وتبعدي عن الحراره. اهم حاجه انك تبعدي عن الشمس وتبعدي عن الحراره. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. واجيب بقى كل بقى ما اجيب كيلو هخزنه، عشان ايه؟ بياخد وقت شويه في التقطيف والتجفيف وكده. كل ما اجيب كيلو هخزنه. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم على خير ومع